الأشجار المثمرة إلى الخضروات إلى الحبوب. هذه الولاية اللي تعرف ديناميكية كبيرة في هذا المجال، مما يعني جعلها قطب فلاحي بامتياز. وراكم تلاحظوا يعني الديناميكية والحركية اللي تعرفها مختلف الشعب. قبل أيام قليلة، قبل 3 أيام، كان اختتم الصالون الأول في طبعته الأولى لتربية الأنعام، واللي كما شاهدتوا كانت يعني تظاهرة جد مهمة على مستوى ولايتنا. هذا شرف لنا. بالمناسبة نشكر كذلك جامعة مولود معمر. احنا الحقيقة في الحقيقة نخدموا يعني في تنسيق تام بين كل الأطراف وكل المتعاملين وكل الشركاء، سواء تعلق يعني في مجال البحث بالجامعة اللي تربطنا معهم يعني العديد من الاتفاقيات، أو الشركاء الآخرين. وتنظيم هذا الملتقى الوطني لا خير دليل على أن يعني ولاية تيزي وزو راهي ولاية يعني تعتبر قطب فلاحي بامتياز، اللي يعرف ديناميكية كبيرة. إذا بدون إطالة نجدد ترحابي لكل الضيوف الذين وفدوا إلينا من الولايات الأخرى، كل الباحثين، كل الإطارات المشاركة في هذا اللقاء. كذلك لا أنسى زميلتنا مديرة الثقافة على يعني مساهمتها في كل مناسبة وفي كل تظاهرة في وضعها لنا تحت تصرفنا هذا الصرح. هي مشكورة كذلك على مساهمتها. باسمي ونيابة عن السيد والي الولاية أعلن رسميا على افتتاح هذا الملتقى الوطني حول الفلاحة والصناعة التحويلية للمنتوجات الفلاحية، مجددا تشكراتي لجامعة مولود معمري على هذه المبادرة، واللي نتمنى أن شاء الله هذا الملتقى يخرج ب يعني نتائج إيجابية وب يعني التوصيات المضي قدما بولايتنا وبفلاحتنا نحو ان شاء الله الافضل ونحو التقدم، ضمانا بطبيعه الحال لامننا الغذائي، كما ما يخفاش على الجميع انه هو الهدف الاسمى للسلطات العليا لبلادنا، واللي رانا نعمل عليه ان شاء الله جاهدين، واللي الحمد لله وبتوفيق من الله رانا في تقدم يعني جد مهم بالنسبه لهذا الامر اللي لضمان يعني امننا الغذائي، وبذلك الحفاظ على سيادتنا الوطنيه. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.